السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الأول الإعدادي. أنا مس داليا. لو أنتم أول مرة تفتحوا القناة أو تشوفوا فيديوهاتي فشرفتوني يا سنة أولى. النهاردة بإذن الله هنبدأ في حصة رقم 4 من الدرس الأول تركيب الذرة. نزلت 3 فيديوهات على الدرس الأول تركيب الذرة. هسيب لينك الفيديوهات دي في أسفل التعليقات. أول تعليق مثبت يا سنة أولى. احنا متعودين آخر كل حصة بتكون في أسئلة واجب بتكون حلها في بداية الحصة الجديدة بإذن الله، علشان المنهج مليان وده اتفقنا عليه، فلازم نتعود ان احنا نذاكر على طول ونحل الواجب، لان الواجب هيثبت المعلومات عندك، وكمان نحل الأسئلة اللي هي فيها تفكير. تمام يا سنة أولى؟ طيب، وزي ما اتفقنا قبل ما نبدأ لازم نستعين بالله، فصلوا على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونردد الدعاء ان شاء الله تكونوا حفظتوه يا سنه اولى. دي رابع مره يتعرض فيها الدعاء، ولو انتم اول مره تقرأوه كده فهيكون باذن الله سهل معاكم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الصعب سهلا يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وربنا يجعل لنا من كل ضيق مخرج. ويلا يا سنه اولى نتوكل على الله ونقول بسم الله ونبدا في حل اسئله الواجب على حصه رقم 3، وان شاء الله يا رب تكونوا بتحلوا الواجب صح. السؤال كان بيقول لك اهم انواع الاسمده سمات NPK. 2. تستخدم نقط في تحسين الانتاج الزراعي. تستخدم الاسمده في تحسين الانتاج الزراعي. في سماد NPK يستخدم عنصر N اللي هو النيتروجين، يعمل على اخضرار الاوراق. B اللي هو الفوسفور، بيعمل على تقوية الجذور. K اللي هو البوتاسيوم، بيعمل على النمو الصحي للنبات. واخدنا رسمة توضيحية علشان تعرف تجاوب على كل عنصر، يعني ببساطة كده رسمنا النبات وحطينا كل عنصر في مكانه، وان شاء الله يا رب تكون كانت سهلة عليكم وحفظتوها. يرمز لعنصر الصوديوم. الصوديوم برمز Na. طبعا احنا خدنا جدول للعناصر المهمه ويا رب تكونوا حفظتوه. بينما الكلور بيرمز له بالCl. طيب، واتفقنا ان ممكن ما يجيبلكش الصوديوم هو ايه، لا ممكن يقول لك N اللي هو مين؟ النيتروجين. B اللي هو الفوسفور. K اللي هو البوتاسيوم. اخر سؤال في الواجب كان على يرمز لعنصر البوتاسيوم بالكي وليس بالBO. عرفنا لان رمز العنصر يشتق من اللغة اللاتينية. ويلا نقول بسم الله ونبدأ في حصة النهاردة يا سنة أولى. حصة النهاردة يا سنة أولى هنتكلم على العدد الذري والعدد الكتلي. عدد ذري وعدد كتلي. عدد ذري وعدد كتلي. طب يا مس، لو أنا معايا مثلا على سبيل المثال ذرة عنصر زي Cl اللي هو الكلور، العدد الذري والعدد الكتلي اللي حضرتك بتقولي عليه هيتكتبوا فين بالظبط؟ خلينا متفقين ان احنا عندنا عددين، عدد ذري وعدد كتلي. تعال نبدا الاول بالعدد الذري. العدد الذري يا سنه اولى يكتب اسفل ذري يعني صغير فخليه تحت، لكن الكتلي كبير فهنخليه فوق. تعال نبدا بالذري الاول. العدد الذري يكتب اسفل يسار رمز العنصر، مالناش دعوه باليمين خالص، الغي اليمين من حياتك، خلينا في اليسار. يبقى العدد الذري بيكتب اسفل ذري صغير فيكتب اسفل يسار رمز العنصر. ازاي؟ وليكن مثلا العدد الذري بتاع الكلور 17. شفتوا انا كتبت العدد الذري فين؟ كتبته من تحت اسفل يسار. ما دي كده اليمين ودي كده اليسار، ملناش دعوه باليمين، هنكتب الاعداد على اليسار. يكتب اسفل يسار رمز العنصر. يكتب اسفل يسار رمز العنصر. طيب بصوا يا حلو، العدد الذري ليه تعريف وليه رمز. العدد الذري رمزه Z، تمام، او Z زي ما انتوا بتنطقوها.
طيب ايه هو العدد الذري؟ هو عدد البروتونات الموجبه. مش احنا خدنا ان النواه من جوه فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله؟ فالعدد الذري يا سنه اولى هو عدد البروتونات. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. ما البروتونات دي جوه النواه. يبقى احنا كده بدانا شرح العدد الذري، وعرفنا ان العدد الذري بيكتب اسفل يسار رمز العنصر. تعالوا عشان ناكدها، مثلا لو انا معايا ام جي، ام جي دي اللي هي ذره المغنيسيوم، لو انا عايزه مثلا اكتب 12 وعدد ذري، اكتبه فين؟ ذري صغير يبقى اسفل من تحت مش اعلى، لان الاعلى ده سيجنال الكتل كبير هيكون شايف نفسه. تمام. فاحنا عندنا ال 12 العدد الذري هكتبها من تحت اليمين لا غناه. احنا بنكتب على اليسار اسفل يسار رمز العنصر، مثلا هكتب ال 12 هنا كده. تمام. يبقى احنا خدنا دلوقتي اولا العدد الذري. عايزين نعرف كم معلومة عنه. عايزين نعرف الرمز، عايزين نعرف يكتب في انهي مكان في العنصر، عايزين نعرف التعريف بتاعه. الرمز قلنا ذات، يكتب ذري صغير اسفل يسار رمز العنصر. التعريف العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. يبقى الرمز بتاع العدد الذري، الرمز ذري زت، اللي يكتب اسفل ذري صغير يسار، احنا قلنا مفيش يمين خالص، رمز العنصر، اسفل يسار رمز العنصر. التعريف العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر. يمس يعني العدد الذري هو عدد البروتونات، ايوه باختصار. يعني احنا المفروض كده لو انت عايز تكتب يمس يعني هو العدد الذري بيساوي عدد البروتونات الموجبة. صح كده يا سنة أولى، العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة. عايزة أكتب الاختصار بدل كل ده، عايزة أكتب رموز، فأنا هكتب إن العدد الذري Z يساوي عدد البروتونات الموجبة. خلاص. طيب قبل ما ندخل على العدد التاني اللي هو العدد الكتلي، لو قال لك مثلا ما معنى أن العدد الذري لذرة الكلور 17. طبعا سؤال ما معنى أن جديد عليكم يا سنة أولى. طيب انت شفت العدد الذري لذرة الكلور 17. ما معنى أن العدد الذري؟ ما معنى أن العدد الذري؟ يعني إيه هو العدد الذري؟ إيه معناه؟ يا إيه كلمة العدد الذري دي معناها إيه؟ معناه العدد الذري. سيبك من ما وأن، معنى العدد الذري. طب احنا أخدنا يا سنة أولى إن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر. فأنا معنى العدد الذري هو ما معنى أن، نبدأ إجابتنا بأي أن. ما معنى أن نبدأ إجابتنا بأي أن. طب إيه هو معنى العدد الذري؟ هنكتب أي أن. عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر كام؟ 17. يبقى هنكتب كده أي أن عدد، هحوش العدد الذري وانزل تعريفه عشان هو بيقول لك معنى العدد الذري. هكتب أي أن عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر تساوي 17. خلاص تمام. طيب يا حلوين، بصوا احنا اتفقنا ان الذرة بيكون فيها نواة وفي الكترونات سالبة بتدور حواليها، والنواة دي فيها الموجب وفيها المتعادل، وعرفنا ان المتعادل شحنته صفر، يعني يمس اتبقى الموجب مع السالب. طيب مين هو الموجب؟ البروتونات الموجبة. مين هو السالب؟ الالكترونات. يجي في الامتحان يقول لك شحنة الذرة
الذره كلها. طب ما احنا اخدنا قبل كده ان البروتونات دي موجبه، النيوترونات متعادله، الالكترونات سالبه، النواه موجبه، لان الموجب راح مع السالب فتبقى مين؟ الموجبه. اول مره يا مس يسالني عن الذره ايه هي شحنتها. الذره فيها كل الشحنات، فيها الموجب وفيها السالب، تمام. مش الذره دي فيها كل الشحنات؟ فيها الشحنات الموجبه وفيها الشحنات السالبه. ده الذره دي هي الام بتاعتنا الكبيره اللي جواها البروتونات والنيوترونات والالكترونات. فعيب لما تحدد وتقول الذره سالبه الذره موجبه بس، لا، هتقول ان الذره متعادله الشحنه، فيها كل حاجه. واحنا قلنا موجب وسالب يعني متعادل، موجب وسالب ده الكلام ده متفقين عليه من الحصص اللي فاتت، موجب وسالب يعني متعادل. طب يا مس ممكن نفهم اكتر؟ ما خلاص موجب مع سالب انتهى مشي خلاص صفر. طيب يبقى هنا كده الالكترونات اللي بتدور من بره قد البروتونات اللي من جوه. ما فيش، هو في بروتونات كتير يعني انا كاتبه بس واحده عشان الرسمه. يبقى احنا هنكتب يا سنه اولى ان الذره كلها على بعضها دي الام الكبيره فيها كل حاجه، فيها الموجب وفيها السالب. فنكتب ان الذره متعادله الشحنه. هنكتب ان الذره متعادله. نركز، انا لما هسال عن النواه فيها بروتونات موجبه نيوترونات متعادله، وعرفنا ان الموجب مع السالب هيختفي من النواه، الشحنه صفر، فقال هيبقى في النواه الموجب. فاحنا عرفنا ان النواه في الحصص اللي فاتت موجبه. انا النهارده بتكلم عن الذره متعادله كهربيا في حالتها العاديه، متعادله الذره متعادله الام الكبيره فيها الموجب وفيها السالب. طب اكتبها ازاي؟ هنكتب ان الذره متعادله كهربيا في حالتها العاديه. علل ليه الذره متعادله؟ فاكرين الميزان اللي رسمناه في اول الحصه وعرفنا ان التعادل قلنا موجب هياخد السالب، موجب مع سالب، التعادل يعني موجب مع سالب. طيب ما الذره فيها الموجب وفيها السالب، لما حذفنا الموجب والسالب بتاع النيوترون اتبقى الالكترونات السالبه والبروتونات الموجبه ما حذفناهاش، فاهمين؟ فالذره كده متعادله. لما نشوف كلمه متعادله نكتب موجب مع سالب، كفتين ميزان الموجب مع السالب. طب يا مس النيوترون انت حذفتيه ليه؟ قال لي خليكي حذفتي النيوترون لان النيوترون كده شحنته ما تهمنيش صفر، فقال لك بقى الموجب اللي هو البروتون والسالب اللي هو الالكترون، تمام. يبقى الذره متعادله كهربيا في حالتها العاديه، الذره متعادله كهربيا في حالتها العاديه. طب النواه بس هتقولي موجبه، لكن الذره الكبيره هتقول متعادله كهربيا في حالتها العاديه. طيب هنكتب ايه؟ هنكتب لتساوي، احنا قلنا متعادله يعني موجب مع سالب، لتساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد في نواة الذرة. ما هو السالب ده سميناه إلكترون، فاكرين؟ والموجب ده سميناه بروتون. طب ما انت كاتب متعادل يعني موجب مع سالب، فانا هكتب لتساوي عدد الالكترونات السالبه التي تدور حول نواه الذره مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل نواة الذرة. يبقى الذرة متعادلة، افتكر متعادل موجب مع سالب، يبقى لازم تقول الإلكترونات السالبة والبروتونات الموجبة. يبقى هكتب كده يا حلوين، علم لما يجي السؤال ده، علم عشان مهم. هنكتب لتساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجبة التي توجد داخل نواة الذرة. الموجب بيساوي السالب لتساوي عدد البروتونات الموجبة مع عدد الإلكترونات السالبة. أي مس ده معنى كده إن البروتونات الموجبة عددها قد الإلكترونات السالبة؟ أيوه،
ايوه، لتساوي عدد الالكترونات مع عدد البروتونات، لتساوي عدد الالكترونات مع عدد البروتونات. ادي على كده ممكن ناخد قانون تاني اهو يا مس الحقينا بيه. احنا خدنا ان دلوقتي ان البروتونات الموجبه تتساوى مع الالكترونات السالبه. يعني ايه مس؟ يعني لو البروتونات 17 تبقى الالكترونات السالبه 17. موجب مع سالب، موجب مع سالب، موجب وسالب، موجب وسالب. الموجب بروتون السالب الكترون يساوي بعض، الموجب بروتون السالب الكترون يساوي بعض. يبقى ده تاني قانون ناخده. لو البروتون الموجب 17 يبقى الالكترون الموجب 17، لو البروتون الموجب 12 يبقى الالكترون السالب 12. تمام، بيساووا بعض. ومن شويه اخذنا ان العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه. العدد الذري عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. واخذنا ان زد اللي هو العدد الذري بيساوي عدد البروتونات الموجبه. واخذنا ان الموجب هياخد السالب والسالب اللي هو الالكترون، يعني البروتونات الموجبه دي تساوي عدد الالكترونات السالبه. طيب تعال نشوف المثال ده. العدد الذري كام؟ زد بكام؟ هتلاقي العدد الذري من تحت. طب تحت هنا على اليسار كام؟ 17. يبقى العدد الذري 17، يبقى هكتب زد اللي هو العدد الذري بيساوي 17. طب ما العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة، العدد الذري عدد البروتونات الموجبة. معنى كده ان البروتونات الموجبة برضو 17، والموجب بياخد السالب. مين السالب؟ الالكترون. معنى كده ان الالكترونات السالبه برضو 17. ولا لف ولا دوران. طب تعال نشوف في المغنيسيوم 12. يمس في المغنيسيوم 12 الزد بكام؟ العدد الذري من تحت اهو، من تحت كام؟ 12. طب ما العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه، يعني البروتونات الموجبه برضو 12، والبروتون الموجب بياخد الالكترون السالب يعني برضو 12. تمام يا سنة أولى. يبقى باختصار خدنا العدد الذري بيكتب أسفل يسار رمز العنصر ذري زد هو عدد البروتونات الموجبة. يعني العدد الذري بيساوي عدد البروتونات الموجبة. لو العدد الذري 12 يبقى البروتونات الموجبة 12، وقلنا الموجب بياخد مين؟ السالب. الموجب بياخد السالب. لو البروتونات 12 تبقى الالكترونات السالبة برضو 12. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر. طيب الذرة الكبيرة حبيبتنا اللي احنا فيها من أول دي ربع حصة في الدرس ولسه ما خلص. الذرة متعادلة كهربيا في حالتها العادية. الذرة متعادلة، وعرفنا تعادل نرسم ميزان موجب مع سالب. التعادل موجب وسالب. انا بس ايدي كنت كتبت على الكفة دي التعادل موجب، وعلى الكفة دي سالب، موجب وسالب. لو الموجب 12 يبقى السالب 12، لو الموجب 10 يبقى السالب 10. مين هو الموجب؟ عدد البروتونات. مين هو السالب؟ عدد الالكترونات. بيساووا بعض، الموجب قد السالب. يبقى الذرة متعادلة كهربيا في حالتها العادية لتساوي عدد الالكترونات التي تدور حول نواة الذرة مع عدد البروتونات الموجودة داخل نواة الذرة. تمام؟ احنا انتهينا عند العدد الذري، وعرفنا يا سنة أولى إن العدد الذري بيكتب أسفل يسار رمز العنصر. ناخد العدد اللي بعديه اللي هو العدد الكتلي، وقلنا يعني كتلي يعني كبير، يعني هيشوف نفسه فهيتكتب فوق مش تحت. لأن اللي تحت ده يا سنة أولى إن ده العدد الذري، اللي تحت ده العدد الذري، لكن العدد الكتلي هيتكتب من فوق. وخلي بالك العدد الكتلي كبير والذري صغير، حتى من الاسم واضح وباين. الكتلي كبير الذري صغير، كتلي كبير الذري صغير. طب يا مس بيتكتب فين العدد الكتلي؟ العدد الكتلي فوق عشان كبير، فيكتب اعلى يسار رمز العنصر. قلنا مالناش دعوه باليمين خالص، يكتب اعلى يسار رمز العنصر. يعني مثلا العدد الكتلي للكلور مثلا 35، شايفين انا كتبته من فوق وكبير. شايفين الكتلي كام؟ 35 والذري 17. طب مثلا المغنيسيوم 24 واقول لك كتلي، هتكتبها فين؟ كتلي يبقى ال 24 من فوق يا سنه اولى. تمام؟ يبقى العدد الكتلي يكتب اعلى يسار رمز
العنصر. طيب ليه رمز بدل ما اكتب العدد الكتلي رمز A والذري كان Z؟ خلاص يبقى الرمز بتاع العدد الكتلي A. طب ايه تعريفه يا مس؟ قال لي خلى العدد الكتلي يشوف نفسه ويتكتب من فوق. قال لي خلى العدد الكتلي دايما كبير عن العدد الذري، لانه مجموع حاجتين مع بعض، البروتونات والنيترونات، مجموعهم الاثنين، المجموع طبعا العدد الرقم هيرفع، فاعطانا عدد اسمه العدد الكتلي. يبقى لما اقول لك البروتونات والنيترونات لما نجمعهم يدينا العدد ايه؟ يدينا العدد الكتلي. يبقى العدد الكتلي هو عباره عن مجموع اعداد البروتونات والنيترونات المكونه للنواه. مش احنا عرفنا ان النواه في الحصص الاولانيه تتكون من بروتونات موجبه الشحنه نيترونات متعادله الشحنه، الاثنين مع بعض هيدينا العدد اسمه العدد الكتلي، هيدينا عدد اسمه العدد الكتلي. طب يا مس وبعدين العدد الكتلي كبير، فهبدا بكلمه مجموع، مجموع اعداد البروتونات والنيترونات المكونه للنواه. يبقى العدد الكتلي التعريف هو عباره عن مجموع اعداد البروتونات والنيترونات المكونة لنواة ذرة العنصر، المكونة لنواة ذرة العنصر. يبقى العدد الكتلي يا سنة أولى كبير دايما من فوق أعلى يسار رمز العنصر. قال لي خلاه كبير لأنه مجموع أعداد البروتونات والنيترونات المكونة لنواة ذرة العنصر، يرمز له بالرمز A، يكتب أعلى يسار رمز العنصر. طيب ليه اسم تاني؟ أصله بالذري عشان نهمله، عشان صغير كده ونكتبه من تحت. قال لك انا كتلي لازم ابقى مميز عن الزهري، لازم في حاجه تميزني. اهي الحاجه اللي بتميز العدد الكتلي ان ليه اسم تاني وبحرف الكاف برضو، اسمه نيوكلونات. نيوكلونات نيوكلونات. خلاص يبقى العدد الكتلي يعرف باسم النيوكلونات. تاني النيوكلونات. خلاص يبقى العدد الكتلي كبير، يكتب اعلى يسار رمز العنصر، عباره عن مجموع اعداد البروتونات والنيترونات المكونه لنواه ذره العنصر، رمزه A، يكتب اعلى يسار رمز العنصر، يعرف باسم تاني النيوكلونات. يبقى لما يجي يقول لك ما هو النيوكلونات؟ العدد الكتلي. نيوكلونات العدد الكتلي، نيوكلونات العدد الكتلي. طيب تعالوا يبقى كده اللي فوق ده عدد كتلي، اللي تحت ده ذري، ده كده عدد كتلي اللي فوق، وده كده ذري. ده بيرمز له بايه اللي هو كتلي، واللي تحت ده زد اللي هو الذري. ما معنى ان العدد الكتلي لذرة الكرور 35؟ معنى العدد الكتلي، ولا معنى العدد الكتلي؟ هنشيل العدد الكتلي وننزل تعريفه، طالما ما معنى ان نبدا اجابتنا باي ان، هنكتب اي ان مجموع اعداد البروتونات والنيترونات داخل مجموع أعداد البروتونات والنيترونات المكونة لنواة ذرة العنصر هيساوي 35. تمام. تعال ناخد قوانين يا حلوين، والقوانين دي هنحل بيها مسائل، يعني لازم حضرتك تسجلها علشان نحل بيها وتحفظها كويس. خلاص تعال ناخد نقول بسم الله ونبدأ. القوانين احنا خدنا دلوقتي ان العدد الكتلي رمزه ايه، وعرفنا ان هو مجموع اعداد البروتونات والنيترونات، يعني بي زائد ان اللي هي البروتونات والنيترونات. طيب ومن شويه خدنا ان الذات اللي هو الذري بيساوي البروتونات الموجبة، والموجب بياخد السالب، يعني البروتونات الموجبة بتساوي أعداد الإلكترونات السالبة، علشان كده الذرة متعادلة فيها بروتونات موجبة وإلكترونات سالبة. دي القوانين اللي خدناها. تمام. طب يا مس وبعدين ما هم سهلين، مالك مكبرة الموضوع ليه؟ سيبكم من الإلكترون السالب دلوقتي. احنا خدنا إن الكتلي إيه؟ العدد إيه دي اللي هي الكتل بيساوي البروتونات الموجبة زائد النيترونات. الزد اللي هو الذري اللي هو عدد البروتونات الموجبة،
طيب لو احنا لاحظنا ان هنا في الكتلي في بروتونات موجبه وفي الذري في بروتونات موجبه، لو انا حذفت بي مع بي، تمام، مين اللي هتتبقى؟ ان اللي هي النيوترونات. فالنيوترونات او النيترونات نطرح نيترونات، نطرح نيترونات، نطرح نيوترونات، نطرح نون ونون، نكتبها على جنب كده، نيوترونات نطرح العددين، العدد الكتل الكبير من العدد الذري. ما ينفعش اطرح صغير من كبير، اطرح كبير من صغير. فانا بقول لكم على سبيل المثال لو حشنا دي مع دي هيتبقى النيترونات، فانا اقول لكم ان النيترونات نطرح العدد الكتلي من العدد الذري، نطرح العدد الكتلي اللي هو ايه ناقص العدد الذري اللي هو زد، هيديك اعداد النيترونات. زي ما انا كده حذفنا البروتونات من هنا والبروتونات من هنا، اتبقت النيترونات، يبقى النيترونات نطرح العدد الذري من العدد الكتلي. خلاص، يعني ممكن هنا نكتب اعداد النيوترونات، نيوترونات بنطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. طيب نرجع تاني بقى نحوش اللخبيطه اللي احنا عملناها دي. وعرفنا ان البروتونات الموجبه بتساوي اعداد الالكترونات السالبه. اخر قانون معانا، بصوا انا كاتبه العدد الكتلي البروتونات زائد نيترونات. لو انا عايزه البروتونات اساسا قانونها موجب يبقى طرح عشان عكس اشاره. تمييز الاولى هنا بالموجب اللي هو العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. لو انا عايزه البروتونات يبقى هنطرح، هنقول ايه ناقص ان، هنعكس القانون، هنعكس بدل ما هو موجب يبقى سالب. يبقى انا لو عايزه البروتونات هقول البروتونات ايه ناقص ان، ايه ناقص ان. تاني عشان حاسكوا تهتوا بكل اختصار، الذري بروتونات اهو، الذري بروتونات موجبه، والبروتون الموجب يساوي الالكترون السالب زي ما اتفقنا، قلنا لو الموجب خد 12 يبقى الالكترون السالب ياخد 12. طيب ايه الكتلي؟ بروتونات زائد نيترونات. ايه اللي هي الكتلي؟ بروتونات زائد نيترونات. طيب بس بروتونات زائد نيترونات، انا بقول لك لو حشنا البروتونات والبروتونات هيتبقى ان نيترونات نطرح الكتلي من الذري، نيترونات نطرح الكتلي من الذري، نيترونات نطرح الكتلي ايه من الذري زد. طيب هنا العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات، لو انا عايزه بروتونات هنعكس القانون ونطرح ايه من ان. تعالوا نشوف المسائل بتيجي ازاي علشان نقدر نحل بيها. تعالوا نشوف المثال ده سنه اولى. هنا مثلا ان اللي هي مين؟ ان اللي هو النيتروجين، تحت 7 فوق 14. طالب منك العدد الذري، واحنا عارفين ان العدد الذري اسفل. طب قال لي اسفل 7، يبقى نكتب 7 بس بكل اختصار. العدد الكتلي فوق، طب قال لي فوق 14، نكتب 14. المس ده اللي جت لنا نيوترونات نطرح، نيوترونات نطرح اللي فوق من اللي تحت اللي هو العدد الكتلي من العدد الذري. 14 ناقص 7 هتدينا 7. خلاص. البروتونات الموجبه، طب يا مس البروتونات الموجبه كانت عدد ذري ولا عدد كتلي؟ البروتونات بس. احنا اتفقنا ان العدد الذري عدد البروتونات الموجبه، العدد الذري عدد البروتونات الموجبه. طب العدد الذري كام يا حلوين؟ 7، يبقى عدد البروتونات الموجبه برضه 7. طيب الالكترونات، طب ما البروتونات 7 والبروتونات موجبه والالكترونات سالبه برضه هتاخد 7 لان الموجب قد السالب، يبقى هنا كده هنكتب 7. تعال نشوف اللي بعديه. الكلور تحت 17 فوق 35، طالب منك العدد الذري تحت الذري، كام الذري؟ 17. الكتلي فوق، كام الكتلي؟ 35. طيب عايز عدد النيوترونات، النيوترونات نطرح، النيوترونات نطرح فوق من تحت، هنقول 35 ناقص 17، 35 منها 17 هتبقى 8. البروتونات، البروتونات الموجبه اللي هي العدد الذري، كام العدد الذري؟ 17. والبروتونات الموجبه بتاخد الالكترونات السالبه برضو 17 بس بكل اختصار. تمام. ناخد تاني. تعالوا نكمل يا سنه اولى. بيقول لك ما الرمز الكيميائي للحديد؟
طب ما احنا عارفين ان الحديد اف اي وحفظناه، يبقى هنقول ان الحديد رمزه اف اي. طيب يا مس، علما بان ذرته تحتوي على 26 بروتون و30 نيترون. 26 بروتون، 26 بروتون. طب ما البروتون ده اللي هو العدد الذري، العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة. طب العدد الذري كام؟ 26. ما البروتونات هي العدد الذري، يعني معنى كده ال 26 دي هتتكتب اسفل يسار رمز العنصر. تمام. و30 نيترون. طب انا اللي ناقصني العدد الكتلي. طب ما العدد الكتلي يا حلوين، العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. كام عدد البروتونات؟ 26. كام عدد النيترونات؟ 30. 26 زائد 30 يبقى 56. خلاص، يبقى هكتب ال 56 اللي هو الكتلي من فوق كده. يبقى انا كتبت العدد الكتلي، وكده يبقى كتبت العدد الذري. العدد الذري عدد البروتونات الموجبه. كام بروتونات؟ 26، كتبتها على طول. لكن العدد الكتلي مجموع اعداد البروتونات والنيترونات. كام بروتونات؟ 26. كام نيترونات؟ 30، يبقى 56 تتكتب فوق. علل العدد الكتلي اكبر من العدد الذري طبعا، لان الكتلي مجموع البروتونات والنيترونات، بينما الذري بروتونات فقط. يبقى هكتب كده لان العدد الكتلي عبارة عن مجموع أعداد البروتونات والنيترونات معا، بينما العدد الذري عدد البروتونات فقط. عشان كده العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. ولو قال لك النسبه بين العدد الكتلي الى العدد الذري نقط الوحده الصحيحه هتبقى اكبر من. طب لو بدا بالعدد الذري هنكتب له اقل من. طيب تعال نشوف الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري. لما انا الفرق ده اللي هو الطرح، لما اطرح الكتلي من الذري بيدينا امتى؟ بنطرح في النيترونات. وش النيترونات لما اجي احسبها بقول العدد الكتلي، بقول العدد الكتلي ناقص العدد الذري، يبقى هكتب كده الفرق بينهم هيدي اعداد النيترونات. طيب تعال نشوف هنقارن. بيقول قارن بين البروتونات والنيترونات. تعال نشوف النيترونات هنا كده. البروتونات الاول، البروتون بيساوي والنيترون بيساوي، وهنا نفس الكلام عايز البروتون بيساوي والنيترون بيساوي. تعال نشوف البروتون هنا. البروتونات صغيرة اللي هي العدد الذري، كام هنا؟ 2، يبقى البروتون 2. نيترون نطرح، نيترون نطرح فوق من تحت. الكتلي من الذري هقول 4 ناقص 2 فيها 2. ادي مس ده هنا كده النيترون بيساوي البروتون عادي. يبقى لو قال لك ضع علامة صح او خطأ في بعض الذرات النيترون بيساوي البروتون هنكتب له صح. طب تعال نشوف المثال اللي بعديه. البروتون الصغير اللي هو العدد الذري كام هنا؟ 3. النيترون نطرح فوق من تحت، كتلي من ذري، 7 من 3 هتساوي 4. يا مس ده هنا النيترون اكبر من البروتون. لو قال لك النيترون اكبر من البروتون في بعض الذرات نكتب له صح. يبقى يا اما النيترون بيساوي البروتون في بعض الذرات، يا اما النيترون اكبر من البروتون. النيترون اكبر من البروتون صح، او النيترون بيساوي البروتون صح في بعض الذرات. اخر سبوره معانا عشان المسائل تظبط معاكم سنه اولى. تعالوا نشوف المسائل دي سنه اولى افكارهم عاليه شويه. بيقول لك عنصر اكس تحتوي نواه ذرته على 20 جسيم متعادل. طيب نعمل هامش كده على جنب. المتعادل اللي هي النيترونات متعادله الشحنه، يبقى النيترونات متعادله الشحنه بتساوي 20. طيب وعدد النيوكلونات 39. النيوكلونات اللي هي العدد الكتلي، يعني العدد الكتلي الكتلي بيساوي 39.
39. يبقى انا معايا النيترونات اللي هي المتعادله 20، ومعايا النيكلونات اللي هي العدد الكتلي 39. بيقول لك احسب البروتونات والالكترونات والعدد الذري ورمز العنصر متضمنا للاعداد A و Z اللي هو الكتلي والذري. طيب نجيب ازاي البروتونات الموجبه؟ نجيب ازاي البروتونات الموجبه واحنا ما عندناش غير نيترونات وعدد كتلي؟ نكتب القانون بتاع العدد الكتلي. طالما عندك عدد كتلي نكتب القانون. يا مس انا عندي القانون بتاع العدد الكتلي، العدد الكتلي ايه بيساوي بروتونات زائد نيترونات، بروتونات زائد نيترونات. وحضرتك عطيتينا في القانون من شويه وقلت لنا لو عايز البروتون بنطرح A من N، يبقى نقول له البروتونات كنا بنطرح A ناقص N. ايه اللي هي العدد الكتلي؟ N اللي هي النيترونات. يبقى نكتب له البروتونات بتساوي العدد الكتلي ناقص النيترونات هيساوي. تاني يا حلوين، احنا خدنا طالما انت مش عارف البروتونات هتجيبها منين، بس انت معاك عدد كتلي كامل، والعدد الكتلي الكامل بروتونات زائد نيترونات، بروتونات زائد نيترونات. طب انا عايزه البروتونات نطرح العدد الكتلي ايه من ان. ايه اللي هو الكتلي، الان اللي هي النيترونات. العدد الكتلي كام معانا؟ 39 يا مس، ناقص النيترونات كام معانا؟ 20. يبقى معنى كده ان البروتونات هتساوي او هتطلع معانا 19. تمام. اول مطلوب ده كنت متاكده ان محدش هيعرف يجاوبه غير اللي هو مركز قوي، لان القانون ما كنتش هتفتكره بالظبط يعني. طيب البروتونات 19، بروتونات موجبه 19، يبقى الالكترونات برضو 19، يبقى الالكترونات هتساوي 19. طيب العدد الذري، طب ما العدد الذري هو عدد البروتونات، والبروتونات 19، يبقى العدد الذري 19. رمز العنصر، طب هو بيقول لك العنصر كان رمزه اكس، يبقى هكتب اكس. عايز العدد الكتلي وعايز العدد الذري. طيب العدد الذري انت مطلعه كام؟ 19، والعدد الذري من تحت، يبقى 19 من تحت. والعدد الكتلي هو عطاهولك في المساله، بيقول لك النيوكلونات اللي هو الكتلي ب 39، يبقى فوق هكتب ال 39. حلو، مثال حلو يشغل النافوخ شويه. نيجي اللي بعديها، اذا كان عدد الجسيمات السالبه، يقصد بمين السالب؟ اللي هي الالكترونات كام؟ 11. يبقى نعمل هامش على جنب ونكتب الالكترونات السالبه بتساوي 11. طيب والنيوكلونات 23، النيوكلونات دي اللي هي ايه؟ اللي هي العدد الكتلي كام؟ 23. طيب يقول لك احسب العدد الذري. سهله، العدد الذري عدد البروتونات الموجبه. ما عندكش بروتونات موجبه دور على السالب اللي هو الالكترونات السالبه. ما احنا قلنا موجب مع سالب، موجب مع سالب. ما عندناش بروتونات موجبه، احنا عندنا الكترونات سالبه كام؟ 11. يبقى العدد الذري هيساوي 11. العدد الكتلي يا سنه اولى اللي هو عدد النيوكلونات، وبيقول لك عدد النيوكلونات كام؟ العدد الكتلي هو عدد النيوكلونات. طب كام عدد النيوكلونات؟ 23. خلاص. طب عايز النيترونات بنطرح الكتلي ناقص الذري. الكتلي بكام؟ ب 23 ناقص الذري 11، يبقى هيساوي 12. دي كده يا سنه اولى الواجب بتاع الحصه. عايزه مقارنه بين العدد الذري وبين العدد الكتلي، ودي المساله دي سهله جدا. MG 12 24 ودي المعطيات.